خليني نقول لكم باللي اللي داق هذا الطبق راح يقول باللي هذا هو ابن طعام تقدروا تاكلوه. وهذا الطعام تاع احد الولايات الجزائريه اللي يمتازوا بالجود والكرم، ويقول لك باللي المرصوات تاع اللحم ما لازمش نقطعوهم، لازم نخلوهم هكذا كبار. المهم تبعوا الاخر باش تعرفوا واش من ولايه. هنا الوصفه في جفنا درت مراسم تاع اللحم الغنمي يكونوا كبار، درت معاهم زوج حبات تاع بصل مقطعين بهذه الطريقه، زوج مغارف كبار تاع طوماطيش تاع الباطا. بالنسبه للتوابل الفلفل الاحمر الحلو، الفلفل الاحمر الحار، زدت معاهم راس الحانوت، الملح، فلفل كحل، وضروري زوج مغارف كبار تاع السكر في هذه الوصفه، خاطش المرقه لازم تجي شويه حلوه. ندخل المليح هذوك التوابل في اللحم بهذه الطريقه، زدت لهم زوج قرن هذا حار اليابس الاحمر، ونخليهم يتماريناو شويه ما بيد نروحوا نحضروا الطعام. وكي نقولوا طعام نقولوا ديريكتومون طعام عمور اللي يمتاز بالجوده العاليه تاعونا. درت هذا كسكس مويا اللي ديت الباكي كامل، درت كيلو وشمخت بكميه تكون مليحه تاع الماء. راح نقول لكم الكميه تاع الماء اللي نشمخ بهم مكتوبين تحت لا فيديو. بعد ما شرب لي كامل هذاك الماء نجي ندير حوالي 4 كاس تاع الزيت، ندخلوا مليح في الطعام ونديروا يفور التفويره الاولى، ونروح نجيب طنجره ما بيدريح شويه هذاك اللحم مع لي زيبيس. انا هنايا راح نستخدم الكوكوطه، درت المراسم تاع اللحم كامل بهذه الطريقه، وحطيت معاهم كامل هذاك البصل، ونروح نحطهم فوق النار يتقلاو مليح حتى وين يتلقى داك البصل الماء تاعو. الطعام هنايا فار لي التفويره الاولى، بعدها نحيتو شمختو بالماء اللي لازم يكون فيه الملح، ونعاود نديرو ايفور التفويره. نعاودو نولوا للطنجره بعد ما البصل تلق كامل الماء تاعو، ندير كميه تاع الحميصه تكون مشمخه، ونمرق بماء يكون سخون، ونستنى المرقه حتى وين تبدا تغلي. ما بيد راهي تغلي رحت تكون تنحيت الطعام، زدت شمختو غير شويه ودرتو ايفور التفويره الثالثه. رميت في المرقه الزروديه، درت كميه تكون مليحه تاع الزروديه وغطيت عليها بهذه الطريقه، ونخليها تطيب حتى نص ساعه حتى وين يطيب لي مليح الطعام. بعد ما طفار التفويره الثالثه درت له الدهن، وهكذا يكون واجد وخرج يشهي. المهم نروحوا للمرقه، بعد ما طاب هذاك اللحم لقيته داب زبده، نحيته وراح نرمي الخضره اللي قعدت. هنايا راح نديروا الكابويه مع البطاطا، هما في هذه الولايه يديروا الكابويه اسمها كالاباس. ما لقيتهاش هنا على بها درت لي متوفره، درت معاها البطاطا، درت كميه تكون مليحه، ونغطيهم حتى وين هذيك المرقه تولي خاتره، وطيب لنا كامل هذيك الخضره اللي درناها. شوفوا لاصوص كي جات خاتره وتجي بزاف بنينه. حطيت الطعام، ستفت المراسم تاع اللحم بهذه الطريقه، البيض يخلوه هكذا حبات، نديروا من الفوق الفلفل الحار والخضره اللي كانت طابت من الفوق نديكوريو بها. وحبيت نقول لكم بلي هذا الطعام تاع احد الولايات الجزائريه واللي هي ولايه الغواط، ويديروه تانيك في الجلفه في البيض. وحبيت نقول لكم بلي تاكلوا ما تشبعوش منه، سهل ماهل وبزاف بنين، لازم تجربوه وبصحتكم.